أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وقلنا إننا نريد أن نحل إشكال قول بعض المفسرين والعلماء واللغويين أن في القرآن حروفا زائدة، نقول له الزيادة تناقض بلاغة القرآن، ولا يصح أن نقول إن في القرآن حرف زائد. وأناس يتأدبون فيقول حرف صلة، وناس يقول لك حرف لربط الوجود. مش عايزين المسائل دي كلها. وضربنا أوضح مثل في هذا وقلنا إذا قلت ليس عندي مال أي مال يعتد به، إنما عندك جنيه، عندك 2، عندك حاجة زي كده. إنما لما تقول ليس عندي من مال يبقى من بداية ما يقال له مال، ولا ملين حتى. يبقى من زائدة ولا من تأسيسية في المعنى؟ تبقى من تأسيسية وليست إيه؟ وليست زائدة. هنا في قوله أليس الله بكاف عبده، قالوا به زائدة أي أليس الله كافيا عبده. ليس من اللي بترفع الاسم وتنصب الخبر، والله لفظ الجلالة اسمها مرفوع وبعدين كافيا الخبر بتاعه، فزودوا البيه هنا وقالوا أليس الله بإيه؟ بكاف عبده. نقول له من أبسط ما يمكن تحل الإشكال، أليس الله مسمى بكاف؟ من أسمائه إيه؟ الكافي. تقول سميته محمدا وسميته بمحمد، فلما نقول الله من أسمائه الإيه؟ الكافي، تبقى تقول أليس الله بكاف؟ نتفق على ده، ربنا من أسمائه إيه؟ الكافي، ومن أوصافه الكافي. ما دام الله من أوصافه الكافي تبقى البيه مش زايدة بقى. أليس الله مسمى بكاف؟ أليس الله موصوفا بكاف؟ يقول لك ايوه. يقول ما دام هو كافي يبقى انتهت المسألة، نعم، وتنتهي، ولا زيادة ولا أي شيء من هذا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ما هم قالوا له شعيب إن إيه؟ إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بإيه؟ بسوء. آلهتهم اللي هم مين؟ الأصنام. فبيخوفوه بيقولوا يا محمد أصنامنا هتعمل فيك عمايل احنا ما نرضاهاش لك. ويخوفونك بالذين ايه؟ من دونه، اللي هم ايه؟ الأصنام. طب الأصنام دي بتضر ولا تنفع؟ ما بتضرش ولا تنفع. ده انتوا اللي بتنحتوها وتوضبوها، واذا الريح وقعها تعدلوا لها دراعها وتعدلوا لها رقبتها وتعملوا لها. يبقى هي اللي بايه؟ انتم اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ازاي الكلام ده؟ واحنا قلنا كمان ان كلمه العباده وما نقربهم الا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى كلام باطل لغه، لان معنى العباده طاعه العابد للمعبود في امر. قولوا لنا ما هو امر الاصنام؟ قالوا لكم ايه؟ بس قالوا لكم اعملوا ايه عشان تعبدوه؟ ما العباده طاعه امر. ماذا قالت لكم؟ ما قالتش حاجه. يبقى ده كلام كراء وكلام ايه؟ وكلام باطل. ولذلك سيدنا خالد بن الوليد وانتم تعلمون ماضيه في الجاهليه، حينما الان الله قلبه للاسلام وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلم، اراد رسول الله ان يبعثه ليهدم العزى. العزى ده الصنم، افرايتم الايه؟ اللات والعزى. فلما راح مسك الفاس، اول ما قال لها كده يا عجز، يعني كفرانك لا سبحانك، اني رايت الله قد اهانك. بالله لو كانت ما كانتش ترضي ايده بس، ما كانتش تخوفه ما يضربش بالايه؟ ما يضربش بالفاس. ويخوفونك بالذين من دونه. الذين من دونه اللي هي الاصنام. بعض المستشرقين يقول لك ايه؟ افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، كلها اسماء مؤنثة. العزى ومناة مؤنثة. هنا بيقول ويخوفونك مش باللات من دونه، بالذين من دونه. وبعدين الذين من دونه اللي هم مين؟ اللات والعزى ومناة. دي مؤنثة ولا لا؟
ده على الاول. نقول له فيه فرق بين اسم للصنم، يعني ده اسمه ايه؟ اسمه صنم، فمن حيث انه صنم مذكر معنى بنقول الذين، ولكن من حيث ما سميت به سميت بإناث، يبقى سميت بايه؟ يبقى لها اسم ولها ايه؟ ولها مسمى. يبقى الذين تبقى للاسم والايه؟ واللاتي للايه؟ للمسمى. ومن يضلل الله فما له من هاد. حته الضلاله والهدى، احنا قلنا زمان ان الحق الضال هو الذي لا يهتدي الى غايته، ضالل في الطريق مش عارف يروح فين، ضالل عن قصد ولا لانه مش عارف يتجه فين، المساله اللي موجوده دي مش عاجباه، انما هي ايه؟ لسه مش عارف. طيب تقول له هي بس ضاله جت بالمعنى ده ولا جت بمعاني تانية؟ قال لك جت بمعاني كتير. مثلا الم يقل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى؟ يعني النبي شاف الامه اللي هو فيها عايشه بتعمل كذا وبتعمل كذا، ده الكلام ده مش ايه؟ مش عاجبه، انما اللي يعجبه ايه؟ لسه ما يعرفوش. يبقى ما يعرفوش، يبقى مش عارف الحقيقه، مش هو عارف الحقيقه ومنصرف عنه، يبقى ضلال دي كمقصود، ضلال مقصود، انما ضلال مش عارف. او هو الضلال النسيان، زي ان تضل احداهما ايه؟ فتذكر احداهما الاخرى. طب ونسيان ايه؟ نسيان العهد الفطر القديم بتاع ألست ايه بربكم. طيب قلنا بقى المقابلها، مقابل الضلال الهدايه. الهدايه قلنا انها تاتي بمعاني متعدده، اللي بيتورك عليها وعايز يعترض بياخدها على معنى واحد يريد ان يدير المعنى على كل موضوعاتها، نقول له لا، انت تشوف الهدايه دي بتطلق على ايه؟ الهدايات تطلق على الدلاله المطلقه، يدلك وانت حر تسمع كلامه يا ما تسمعش. وضربنا مثل زمان براجل المرور، لما قلت له انا عايز اروح اسكندريه، يقول لك الطريق من هنا، الزراعي ولا الصحراوي ولا من هنا، يبقى دلك ولا ما دلكش؟ يبقى دلك. انما اله دخل في ان تسلك او لا تسلك؟ انت حر بقى. فاذا قلت له متشكر كتر خيرك اللي انت موجود هنا، لو كنتش هنا كنت انا ضليت الطريق وتعبت ومش عارف ايه، يقول له انت راجل طيب، طب في عقبه قدام انا عايز انفذك منها، هركب وياك لحد ما ايه؟ يبقى زاد على الهدى ولا ما زادش؟ اسمها المعونه بقى. يبقى الذي يؤمن بمن هدى ودل اهل، لان اللي اهتدى اليه ده يعينه بقى، يقول له انت كذا كذا. يبقى اذا والذين اهتدوا زادهم هدى بايه؟ بمعونتهم وتخفيف مسائل الطاعة عليهم وتبعيد مسائل الشر عنهم، تبقى دي هدايه ايه؟ هدايه تانية. فهنا الآية بقى من يضلل الله فما له من هاد. يضلل الله أن ينسبه للضلال، يقول هذا ضال، يعني شارد عن الطريق اللي انا ايه؟ اللي عامله. ما يمكنش واحد مجرد له عقل يجي يقول لا ده هو مهتدي. ليه؟ لانه لما يجي يعرض اللي مطلوب من الله ويعرض اللي مطلوب من المقابل، يقوم يجد بالعقل الفطري مطلوب الله هو الذي يهدي. ربنا بيقول اصدقوا في حديثكم، والمقابل يقول لا نكذب على كيفنا نريح نفسنا. لما العاقل بقى يجي يقارن بين الاثنين دول، يقوم يقول الصدق ضلال، ما يقدرش يقول ليه؟ نقول له خليه فيك، خليك عشان تحكم، قول يصدق عليك لك ام يضللك، تنبسط من النية، خليها ليك انت. تنبسط من مين؟ انت اللي هتحكم، بس اذا اتصل الامر بك. اذا فمن يضلل الله ويحكم بانه ضال ويبين له طريق الضلال، ما حدش يقدر يقول انه هو مهدي. ليه؟ لان هداية الله امر تتفق فيه كل العقول الفطرية، وخصوصا اذا رجعت الذنوب اليك انت. امرئ البخيل ده لما تحب تقول له جود يبقى صعب عليه. طب ولو قلت للناس جودوا عليه يبقى حلو ولا لا؟ يبقى خد المسألة امتى؟
اذا مستك، اذا ايه؟ اذا مستك، تقوم تعرف ان ده طريق ايه؟ مستقيم. وتعرف ان الكذاب يحب الصادق، والشرير يحب الشريف. بس اذا اتصلت المسألة به، ضربنا مثلا زمان مثل وقلنا ان الثلاثة اللي كانوا في دور المراهقة اصحاب، اثنين مشوا على حل شعرهم ومشوا في الطريق البطال، وواحد اعتزلهم وبقوا يسموه الطشت، الجردل، القفل، يقولوا بقى اللي ما يقولوه ومعتزلهم. وبعدين احد اللي هم مشوا على حل شعرهم عنده اخت، وجاء زميله اللي ماشي على حل شعره وياه يخطبها عشان يتجوزها، يديها لمين؟ يديها له. طب جه الجردل يخطبها، الله اشمعنى بقى؟ يبقى حينما مسته المسألة يوم يبقى الايه؟ الحق هو اللي يغلب. انما يوم الحق او الباطل ما بيكسبه يلين له، انما لما يجي عليه يقول لك لا ده وحش. ومن يضلل الله فما له من هاد. طيب الحق سبحانه وتعالى لما جه في القرآن بيتكلم عن سيدنا رسول الله، رسول الله هو المخاطب والحدث منه، فينفيه مرة عنه ويثبته مرة له، وهو واحد. إنك أي يا محمد لا تهدي من أحببت، يبقى نفع عنه إيه؟ نفع عنه الهداية، ما بتهديش. محمد هو محمد، والهداية إيه؟ منفية ولا مش فيه؟ منفية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله، طب أهدي منفية ودي إيه؟ ودي مثبتة، إزاي دي تيجي؟ والفاعل واحد والحدث واحد، يبقى لازم تبقى الايه؟ الجهه منفكه. الجهه انت لا تملك ان تهدي، لان انت ما بتوضعش مناهج، انت مبلغ مناهج، ما بتوضعش انت من عندك مناهج، وانت ما ترغمش الناس عشان يبقوا مهديين. انما الحق سبحانه وتعالى يأمرك ان تبلغ، وبلاغك هداية الله، لكن انك انت تهدي بالفعل لا، دي مش شغلتك، دي شغلة مين؟ شغلة من وضع منهج الهداية. فيبقى ادي شيء. ولذلك تيجي ايات قرآنية صريحة يقول لك ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يبقى نفع عنهم ايه؟ وبعدين يجي بعدها على طول الايه اللي بعدها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الله بقى لا يعلمون وبعدين يعلمون، تبقى الجهة ايه؟ الجهة منفكة. النفي له شيء والإثبات له شيء ايه؟ شيء آخر. فلما يجي إذن الهداية ترد بمعنيين، بمعنى الإلزام ودي ليست في مكنة رسول الله، إنما الدلالة في مكنته. كويس كده. وبعد ذلك هو ما يقدرش يعين المهدي، إنما ربنا اللي خلق الهداية والآمن به يقدر ايه؟ يعينوا. والذين اهتدوا زادهم ايه؟ زادهم هدى. يعني قال لهم على طرق تانية جميلة قوي، انا اديتك بس الطرق اللي هي الايه؟ الطرق الرئيسية، انما انا عندي طرق تانية ايه؟ فرعية كتيرة قوي. والذين اهتدوا ايه؟ زادهم هدى وآتاهم ايه؟ تقواهم. المقابل بقى ومن يضلل الله فما له من هاد، يقابلها ايه؟ ومن يهدي الله فما له من مضل. وهو المقابل على طول كده. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الله، دي برضو أليس الله بإيه؟ بكاف. أليس الله بعزيز، لكنه بيقول طيب إيه الحكاية؟ طب هو أنت بتقول اللي يضلل الله ملوش من هادي واللي يهدي الله ملوش إيه؟ من مضل. طب امال اللي واقفين له ازاي وعمالين يقولوا له كذا وعمالين بيعملوا له كذا وعمالين كذا؟ يقول هينغلبوا. ليه؟ لأنك وصفت الله وسميته بأنه عزيز لا يغلب. وما دام أليس الله بعزيز أي موصوف بأنه عزيز لا يغلب، يبقى مش هيغلبه، يبقى لازم هو اللي حي ايه؟ لازم هو اللي حي هو اللي هينتصر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يسفه أحلامهم في أن يعبدوا أصناما.
فلا قال نريد الدليل منهم لا منك. اساليب اثبات الحكم اما ان تقوله خبرا تقول انت، واما ان تدع المتكلم المخاطب هو اللي يقوله. ما تتركش المخاطب يقوله الا اذا كنت واثقا انه سيقول ما تريد، بس يبقى زايد عنك حاجه، انت من عندك دعوه، انما هو لما يقول يبقى اقرار. يبقى نقول لي احسن بقى الم افعل معك كذا، تقدر تقول له انا فعلت معك في يوم كذا كذا وفعلت معك، انما ده كلام منك، مش كده كلام منك، انما انت عايز تخليه هو اللي يقول. قل انا لم افعل معك كذا وكذا وكذا يوم ما حدث لك كذا وكذا. لا تقولها الا وانت واثق انه لا يستطيع ان ينكر هذه الحادثه، ويبقى اقرار من اقرار منه. قال له تعالى بقى اساله عن عمده الكون في الخلق. الانسان خلق، انما خلق له قبل ان يخلق. قبل ما يخلق الانسان خلق له ايه؟ ارض وسماء ومطر خلقوا له، وارض بتزرع وهواء يمر ينفسه، يعني وضب له ما يحتاج اليه قبل ان يوجد.